إذن اليوم تمر اليوم 20 أوت 2025 تمر 3 سنوات على دخول سيدي أحمد بن عطية العبد الضعيف لا يحكي معكم إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى مواجهة العصابات وفتح المخابرات الجزائرية الإرهابية وفتح الفاسدين والمفسدين في معركة منذ أزيد من 3 سنوات. يوم 20 أوت 2022 كان أول لايف لي بث على القناة الرسمية للمقاوم محمد العربي زيتوت، اللي درت معاه 14 لايف فضحت فيه كبار المفسدين، الولاة، رجال أعمال، رؤساء بلديات، فنانين، تبون، محيط تبون، كمال مولا، نغزة، العديد أبناء الجنرالات، ابن الجنرال كمال عبد الرحمن، وكثير والكثير من الفاسدين في الجزائر القديمة والجزائر الجديدة. يعني بعد 3 سنوات لا زال سيدي أحمد بن عطية واقفا ثابتا، لم يتم شراؤه من قبل المخابرات الجزائرية الإرهابية ولا من قبل الأجنحة المتصادمة. حاولوا معي بسياسة العصا والجزرة، بالتهديدات، بالمساومات، شوهوا صورتي، حرضوا ضدي أبواقهم الناعقة، بنزديرة، المازدا، راس الكابوية، الكثير والكثير، بوعكاز، العشرات هاجموني، لكن كل هجومكم لم يحرك شعرة من شعر راسي. لم أعر اهتماما. في البداية كنت شوية فابل، لكن بعد ذلك استقويت، وكلامكم وراء ظهري، كلامكم درت كحجارة صعدت فوقها. والمعركة المتواصلة، حقدي ضدكم، ضد عدالة العار وضد النظام الجزائري، لا زال يزيد يوما بعد يوم. بعد 3 سنوات من فضحكم ومواجهتكم لم يشفى غليلي. أتمنى أني أكون انتقمت ولو 1% لوفاة أمي بسببكم، لأنكم خطفتموني من المنزل تاعي في مرسى الحجاج وسجنتموني وأنا مريض. وأنا والله ما غاضتني الحالة خاوتي من سجنوني وحقروني. غاضتني لما تركت أمي تاعي وحيدة، ما كاش لي يعطيها الدواء، فيها الزهايمر، حتى توفاها الله في 28 يناير 2021. فأتمنى أن تكون أمي، أتمنى لك يا أماه أن تنامي قريرة العين. الذين ظلموك وظلموا ابنك، ها هو اليوم سيد أحمد بن عطية بما يستطيع. اليوم راني نكلم فيكم، راني راقد، راني في السير تاعي، لأنني تعبان من العمل، ما نقدرش نوجه وندير في المكتب تاعي وندير لايف، لكن على الأقل نطلع معكم في فيديوهات مسجلة، نعطيكم آخر المستجدات. درت لي عليا، j'ai fait ce que je peux، وإن شاء الله المعركة متواصلة. والحمد لله سيد أحمد بن عطية لي زوم. مانيش نشكر في روحي، لكن الناس اللي يتبعوا، خاطرت بكل قوة، لأن إنك تطلع يكون عندك جرأة باش تطلع مع محمد العربي اللي هو العدو الأول للنظام الجزائري، وهو من أقدم المعارضين، هو إنما أقول كان أولهم. تطلع معاه في 14 لايف بدون لجوء سياسي، ما كانش عندي لا دار لا دوار، كنت ساكن في الفوايي تاع 115 اللايف الأول، ثم بعدها الفوايي الكادا تاع طالبي اللجوء السياسي، وما كانش عندي مقلة، وكنت مريض وكنت تعبان، لكن رغم ذلك واجهت، والحمد لله الله سبحانه وتعالى حماني وتحصلت على اللجوء السياسي. وحتى لو كان بدون لجوء سياسي، والله نبهدلكم، والله ما تخوفونا. وبسبب لايفاتي، بسبب نشاطي منذ 3 سنوات، أنا تمت إدانتي بقضيتين. القضية الأولى فيها المؤبد من قبل جناية وهران، والقضية الثانية أنا ومحمد العربي زيتوت من قبل جناية وهران في دورتها سنة 2024 في أكتوبر، التي تمت إدانتي ب20 سنة سجن نافذة بتهمة المساس برئيس الجمهورية المزور تبون، والانتماء إلى حركة رشاد، والخطة تاعهم، وخيانة الوطن. هم الخونة الكبار. فإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدني بالصحة والعافية لمواصلة المشوار، وأن يحفظني من شر كل من يكيد لي، يا رب العالمين. اجعل كيده في نحره، ابعد عن الظالمين واجعل كيدهم في نحورهم. يحيى الجزائر دولة مدنية مش عسكرية، على عهد باقون. والمخابرات الجزائر سرطان الجزائر، هي مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. والحراك الشعبي إن شاء الله سيعود وسيزلزل الأرض تحت أقدامكم. من فرنسا يحييكم سيد أحمد بن عطية.